بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جديد وإجابة جديدة. ازاي أعرف إن في شخص متلاعب وسام في الدايرة الاجتماعية بتاعتي؟ بس قبل ما أجاوب على السؤال ده بقى خليني أسلم عليكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلام سعد، ويلا بينا نبدأ الحلقة. وما تنساش تفعل زر القناة وتشترك، ويلا بينا. بتلاقي شخص عامل قلبه عليك قوي، يعني قلبه عليك وخايف عليك قوي، خايف على وقتك، خايف على مجهودك، خايف على فلوسك، خايف على مظهرك، خايف عليكي، بيحميكي. سوبر هيرو، او بتلاقيها سوبر وومن. لو حصل ما بينكم مشكلة بتلاقي ان هو بدأ يهددك بأسرارك، ويهددك بنقط ضعفك، وبيهددك ان هو هيفضحك، وبتهددك ان هي هتروح تقول لامك، وبتهددك انها هتروح تقول لاخوك، وهتفضحك في العيلة. بتلاقي شغل الفضايح بدأ يظهر. دي من علامات الشخص السام. بيقلل من اي حاجة انت بتدركها او بتستوعبها هو قالها غلط، او بينكر اللي انت اخدت بالك منه. يعني هو قال حاجة وغلط فيها او كان كذاب فيها، بيقولك انت ما كنتش واخد بالك، اصل انت ما شفتش، اصل انت بتتهميني، انت بقيتي مجنونة، انت بقيتي مش طبيعية، انت بقيتي ازاي كده، لا احنا محتاجين نوديكي للدكتور. فيبتدي ان هو يشككك في نفسك، ويشككك في تصرفاتك، ويشككك في ان انت غلط وان هو اللي صح، مع ان الحقيقة ان هو اللي بيكون الغلط وانت اللي بتكون الصح. دايما بيفكرك بأي حاجة هو عملها عشانك. فاكرة لما انا سبت الشغل وجيتلك وعملتلك؟ فاكرة لما انا بعت العربية واشتريتلك؟ فاكرة لما اكلتك؟ فاكرة لما سترتك؟ فاكرة لما عملتلك؟ او ان هي تلاقيها ان هي بتلعب عليك دور الضحية. انت اللي قهرتني، انت اللي عملتني، انت اللي وصلتني، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. فبتلاقي حركات من التصرفات الصعبانيات اللي ملهاش اي 30 لازمة، او ان اللي قدامك بيحسسك قد ايه ان هو ضحى عشانك وعمل عشانك. قلنا قبل كده انه العلاقة السامة ان الشخص فيها بيعزلك عن المقربين ليكي وعن حياتك الاجتماعية. الشخص السام بيخليكي ان انتي تبعدي عن دوائرك الاجتماعية عشان يضعفك. الانسان لما بيكون لوحده بيكون ضعيف، لما بيكون من غير اهل بيكون ضعيف، لما من غير قبيلة بيكون ضعيف، من غير صحاب بيكون ضعيف، من غير زمايل بيكون ضعيف. فالشخص اللي بيحبك بجد هيكون عايزك في حياة اجتماعية سليمة. هو بياخدك من الحياة الاجتماعية عشان تبقي في ايده ويملكك لوحدك. الشخص السام في البداية بيوهمك قد ايه ان هو بيحبك وما يقدرش يعيش من غيرك، وان هو شايفك البطل والهيرو واحلى حاجة في الدنيا واجمد حد في الدنيا، ويفضل يشحنك بالمشاعر الجميلة والطاقة الجميلة، ويفضل يعلي فيكي هرمون الدوبامين اللي هو السعادة المؤقت، ويفضل يمليكي ويشحنك. ومع الوقت كل الكلام الحلو ده يختفي، وكل الاهتمام اللي هي كانت بتهتم بيه ليك بيختفي، والمكالمات والاتصالات اللي هو كان بيتصلها بطل يتصلها، والمكالمات اللي هي كانت بتتصل يعني بيك وتهتم بيك وتعرف تفاصيلك وتعرف انت متضايق ليه وشغلك وحياتك، كل ده بيختفي. الشخص السام بيمارس عليك اسلوب العدوان الخفي. يعني ايه؟ يعني انا بديك من تحت لتحت، بديك تحت الحزام وانا ما عملتش حاجة. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا ان انا متضايق منك او زعلان منك، فابتدي ان انا اسف عليك قدام الناس واقول لك بهزر، اتريق عليك قدام الاخرين واقول لك مش قصدي، اقول نقط ضعفك واسرارك واقول اوف اصل معلش فلتة لسان. فابتدي ان انا اضايقك وازعلك، ولكن بشكل مخفي وانت مش قادر تمسكه عليا عشان انا ما قصدتش. الشخص السام بيمارس عليك الاسقاط، اللي هو ايه؟ اللي هو العيب بتاعك اقول لك ان هو بتاعك بس هو اصلا بتاعي. بمعنى انت كذاب بس انا اللي كذاب، انت خاين بس انا اللي خاين، انت بتهرب مع ان انا اللي بهرب، انت مش جريء مع ان انا اللي مش جريء. يعني من الاخر اللي عندي برميه عليك واخليك تصدق، ومع كمان بخليك تصدق لان انا بخليك ما عندكش ثقة بنفسك، لان انا بهزك بخليك مش عارف الصح من الغلط. فبتبتدي ان انت تقع فريسة تحت ايدي، واعرف ان انا اتحكم فيك، واعرف ان انا اسيطر عليك كويس جدا، واثبت ان دي صفاتك مش صفاتي انا.
اعرف نقاط ضعفك، واعرف وجعك وألمك، واعرف مشاكل حياتك واحداث حياتك وامسكها ضدك، واديك احتياجاتك وبعدين احرمك منها. فاعرف ايه اللي بيوجعك وادوس عليه، واعرف اللي انت بتحبه واديهولك وبعدين اخد مصلحة وبعدين اشده منك. الشخص السام دايما في البداية بيكون شخص جميل ورائع، وانا مش مصدق ازاي ان انا قابلت الانسانة دي في الحياة، او انا مش مصدقة ازاي انا قابلت الانسان الرائع ده في الحياة. خلاص انا كده لقيت التوين فليم، انا كده لقيت توأم شعلتي. ولكن الحقيقة ان هو ما بيكونش توأم شعلة ولا توأم روح ولا اي حاجة خالص. تمام. الشخص السام هو اللي بيحسسك بالسم في حياتك. يعني ايه سم في حياتك؟ يعني ان انت دايما تكون زعلان ومحبط وغضبان ومش حاسس بامان ومش حاسس بعدم ثقة بالنفس. بتبقى مشاعر وحشة قوي، فبتحس ان حياتك ما بقتش حلوة وان حياتك بقت سودة وكئيبة مرة واحدة. لو عندك الشخص السام ده في حياتك ارجوك تخلص منه، علشان هو هيقلب حياتك جحيم. عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير للقناة وتعمل شير للفيديو وتعمل اشتراك على القناة وتفعل زر الجرس. انا بتبسط بحاجة زي دي. وما تنساش تعمل كومنت وتكتب لي هل دخلت علاقة سامة، هل وقع في حياتك شخص سام، طب هل انت شخصيا شخص سام. ما تنساش تعمل لايك للفيديو. وكان معكم سلام سعد وتابعوني.